النهارده انا بقول عايزين نرجع فلوس البلد، وبعد ما نرجع فلوس البلد يصدر حكم من المجلس العسكري بنفيهم 5 سنين الى جزيرة مالطا، الى جزيرة اي جزيرة من الجزر اللي احنا شايفين ان هي مالطا بقت كويسة دلوقتي، ممكن جزيرة تانية. مهم يبقى احنا خدنا فلوسنا ورجعوا، قعدناهم 5 سنين وجوب متأدبين، ونرجع الفلوس للشعب. هو ده كلام العقل، هو ده كلام الناس اللي عايزين يبنوا البلد ويعيدوا بنائها ويحاربوا الفساد ويكونوا عبرة لمن لا يعتبر. كل واحد يبقى عارف لو سرق ملي هيترمى في السجن لغاية ما يرجعه، هيتذل ذل الكلاب لغاية ما يرجعه. فيعني لا بديل عن الأمانة، لأن احنا انخرطنا في أمور كثيرة. هناك فارق بين الانتقام وبين إعادة الحق. في فرق بين الانتقام وبين إعادة الحق. اللي أنا بتكلم فيه إعادة حق، اللي الجماعة الإخوان المسلمين على بعض المحامين اليساريين على الكلام ده بيتكلموا فيه، ده انتقام. لازم نفرق، لأن احنا كلنا فلاحين وكلنا ناس أصولنا فلاحين. يجي واحد يقول لي أنا مثقف، ده أنا مش عارف من الصفوة. طب يا سي الصفوة، ما أنت أساسك إيه؟ نحن من النخبة. طب يا سي النخبة أنت أساسك إيه يعني؟ يا سي الناخب أنت ولا المنخوب؟ ما كلنا أساسنا فلاحين. احنا عندنا في البلد نقول لك ايه؟ رجوع الحق حرفة. الراجل اللي يعرف يرجع حقه يبقى حريف. احنا في الفلاحين بنقول كده. واخدان الحق حرفة. انا عايز حق، انا مش عايز انتقام، انا عايز فلوس الشعب. احمد عز سرق فلوس الشعب من خلال اسعار الحديد اللي كان بيألفها لنا علشان خاطر يسرق الفلوس من جيوب الناس. نرجع الفلوس للدولة. جرانا نفس الوضع، نرجع الفلوس للدولة. يبقى احنا خدنا الفلوس اللي هم خدوها، فاضل ايه؟ ننفيهم بقى. الف سلامة يا عم، نفي. وكل واحد وايه ووضعه. حسني مبارك لا، حسني مبارك لا، لان الرئيس الذي ينفى هو الرئيس الخائن. خلوا بالكم، وحسني مبارك ما خانش. في فرق بين خيانة الوطن وبين التعريص على الفساد. ده موضوع مختلف يعني. المهم هذا الأمر لابد أن يناقش بالعقل ونفكر. وربنا ادانا عقل. توفيق بيقول كلام صح ولا بيقول كلام غلط؟ مظبوط. حسني مبارك نحاكمه، لازم نكون واضعين في اعتبارنا أن حسني مبارك ليس رئيس خائن. هناك فرق بين رئيس ديكتاتور، بين رئيس نشر الفساد، بين رئيس نشر الرشوة والمحسوبية. مش هو اللي كان بينشرها، ده كانت العصابة اللي حواليه بقيادة ابنه ومراته وولاده الاثنين هم تسببوا في ذلك. انما هو كرئيس لم يخون. ما راحش اتفق مع اسرائيل انها تحتل سيناء، ما راحش اشتغل جاسوس للمخابرات الامريكية علشان خاطر يعملوا اللي هم عايزينه. برضه له موقف هنا لازم يذكر، ان هو رفض اقامة قواعد امريكية على ارض مصرية.